السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة اقتصادية بردك وسهلة بالنسبة للأيام اللي احنا فيها دي، سهلة جدا واقتصادية جدا ان شاء الله. هنعمل مع بعض العجة. العجة زي ما انتم شايفين كده، مقطعة كمية حلوة من البصل، معايا فلفل، معايا طماطم، معايا الخضرة بتاعتي، معايا البيض. تمام. هنا بقى حاطين ووك أو طاسة على النار. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. تمام كده. تمام. ننزل بقى بشوية زيت محترمين كده. تمام. وننزل بالكمية البصل اللي عندنا بس ما يسخن الزيت معانا. هنفضل نقلب فيها بقى كده لحد ما تاخد لون اصفر شويه. ونجهز بقى كوبايه من الرز على حسب الكميه، يعني اللي هتعمليها صينيه كبيره يبقى نص كوبايه بس. شويه صغيرين كده من الرز، يعني نص كوبايه صغيره. تمام كده بقى وصلت معانا باللون اللي احنا عايزينه. معايا كده ميه سخنه بتغلي حوالي 3-4 كوبايات من الميه السخنه تغلي بقى، وننزل بنص كوبايه الرز بتاعتنا. هي دي كوبايه الا ربع اهي من الرز. تمام. نغسلها بقى كويس والميه بتاعتنا تغلي، الميه بالبصل تغلي، وننزل بيها في الرز تاخد غلوتين بس ونطفي عليها. ونحط البهارات بتاعتنا، عباره عن كمون، فلفل اسود وملح ومكعب مرق الدجاج. تمام. وهنا بقى كوبايه من الكزبره، كزبره والشبت. هنكسر عليهم 6 من البيض. تمام. 6 بيضات. نزلنا بقى بالست بيضات كده، ننزل عليهم بالفلفل بتاعنا. ننزل بشوية من الطماطم، مش كتير يعني، هما طماطميتين بس او واحدة كمان. وهنا بقى هننزل بشوية من الفلفل الاسود، حبة من الفلفل الاسود عشان زفرت البيض وكده. شوية من السبع بهارات. حاجة بسيطة من الملح، عشان ما تنسوش ان احنا حاطين ملح بردك في الرز بتاعنا والبصل. تمام كده. طبعا والاساسي الكمون. اساس العجة ده الكمون، حبة هنا. وهروح ايه اتبل الرز بتاعنا والبصل. يلا بينا. وهنا بقى زي ما انتم شايفين البصل غلي معايا اهو. هننزل بكوبايه الرز بتاعتنا، كوبايه الا ربع. شويه من الكمون، معلقه حلوه كده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ومكعب مرقه فوريه بس، هتاخد غلوتين بالظبط وهنطفي عليها عشان لحد ما الرز بس يستوي معانا شويه. هنا بقى نقلب الكلام ده كله كده. نخلط الخضار بتاعنا كله بالبيض
وطبعا ما تنزليش بالرز والبصل على طول على الخضار بتاعنا ده، عشان البيض طبعا ما يستويش معاكي. لازم يبرد تماما لولا ما نكبه على على الخضار بتاعنا. تمام، احنا كده خلاص، احنا تبلنا ده وتبلنا الخضار الرز بتاعنا والبصل. يبرد بقى وارجع لكم تاني. وبكده حبايبي تكون بردت اهي، يعني مش بردت قوي، هي بردت ان هي ما تسويش البيض معايا. تمام. هنا بقى الخضار بتاعنا ده انا هحط له معلقه، نص معلقه بيكنج باودر عشان تبقى هشه وحلوه معايا. نص معلقه بيكنج باودر اهو. تمام كده. هنزل بيه بقى على الرز بتاعنا والبصل، ونحط شويه من الزيت. هننزل بشويه من الزيت، معلقتين كده. ونقلب الخضار كويس. وانزل بيه على الرز والبصل بتاعنا. تمام كده، مفيش اسهل من كده. قلبوا كل الكلام ده كويس. ودي صينيه بقى مقاس 30، صينيه كبيره يعني. انزل بيها كده في الصينيه وندخلها الفرن على الرف الوسطاني. اشتغل من تحت وفوق هادي جدا، تخلي النار من فوق هاديه جدا. بس كده ندخلها الفرن بقى وارجع لكم تاني. وبكده حبايبي اكون طلعتها من الفرن. طبعا في ناس بقى بتعملها بدقيق، زي ما انت عايزه، بس الطريقه دي جميله جدا، ولو جربتيها تعتمديها. تعالوا نقطع مع بعض كده خرطه ونشوفها عامله ازاي من جوه. شايفين؟ حلوه قوي. يلا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده، وزي ما انتم شايفين جميله جدا. عايزه لايك بقى منكم وكومنت حلو، ومع الف سلامه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.